متجوز مكملتش 7 شهور، واخويا ومراته معانا في نفس العمارة، ومرات اخويا كانت بتقعد تهزر مع مراتي، وكل ما تشوف حد تقول احنا عايزين نغير الصنف ده، ومراتي عشان ما بتعملش حاجة من ورايا جت وحكتلي. الصراحة انا شكيت فيها، وما كانش عندي طريقة غير اني اخلي مراتي تقرب منها جدا عشان تحكي لها كل الحاجة، وقد كان. وحكت لمراتي انها بتكلم واحد من 5 سنين وبتبعتله صور بهدوم البيت، وهي عندها ولد وبنت اطفال، وخلت مراتي تسجلها وهي قاعدة معاها وبتحكي ليها، وكلام فيه طلاق وخراب بيوت، وهي من بلد فلاحين وهي ساكنة معانا في القاهرة. والولد ده شغال في شركة في شرم الشيخ، بس بيت أهله في البلد عندها، وهي لما بتنزل عند أهلها بينزل أجازة يقعد في البلد عشان يشوفها ويجيب لها الشوكولاتة والحاجات اللي هي ناقصاها. وهي من ضمن الكلام بتقول إنه ساعات بيقل أدبه في الكلام، وهي بتسكت أو بتضحك، بس بتحلف إنها ما عملتش حاجة. وانا طبعا لو حكيت لاخويا الكلام ده هيطلعها والبيت هيتخرب، وفي نفس الوقت ما اقدرش اسكت. وانا كلمت دار الافتاء في التليفون وقالوا لي ان انا اتجسست وعملت كبيره من الكبائر، وانك تحط لسانك جوه بقك وتسكت. وانا الصراحه ما بلعتش الكلام ده لانها داخله كده على سكه مش كويسه، وانا حكيت له نص الحقيقه. انا بجد مش عارف افكر ازاي، هتجنن ودماغي هتتشل بجد. وانا ندمان لان فعلا زي ما توقعت البيت هيتخرب، وانا ندمان ومش عارف اعمل ايه. قولوا يعمل ايه في التعليقات، ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك. دمتم سالمين.